السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا أكل الزجاج في المنام. رؤيا أكل الزجاج أو بلعه أو مضغه فيدل في الرؤيا أنك تتعرض لألسنة الناس السليطة وسماع كلامهم الجارح، وسيكون مادة دسمة لهم من سخرية واستهزاء، ويتعدون الناس حدودهم معك بألفاظ نابية. الرؤيا أيضا عبارة عن ضعف شخصية الحالم وتقلب أهوائه ومزاجه السريع وعدم قدرته عن الدفاع عن نفسه أو التعبير عن نفسه وطرح أفكاره وآراءه ومشاعره. قد تكون الرؤيا إشارة إلى وجود أصدقاء منافقين وصداقات مزيفة، أو أن الحالم يعمل ويتعب دون أن يحصد ثمار أتعابه. من الممكن أن تدل أيضا رؤيا أكل الزجاج في المنام إلى التعرض لحزن بسبب شخص سبب لك هذا، وقد يدل على اتخاذ قرارات خاطئة في حياتك تسبب لك الندم لاحقا. من المحتمل أن يدل على ارتكاب ذنب ومعصية معينة في حياتك. قد يعبر المنام عن التلفظ بقول جارح يسبب الأذية لمن حولك. أيضا قد يشير المنام إلى سلوك طريق خاطئ فيه بعض المعوقات والصعوبات. أكل الزجاج قد يدل على التعرض لبعض المشاكل التي من الصعب أن يتم تجاوزها بسهولة. وممكن أن يدل أكل الزجاج أيضا على سوء التصرف بالمواقف التي تتطلب حكمة ومنطقية. رؤية المتزوجة لأكل الزجاج في منامها يعبر على أنها تمر بحالة من الأحزان والهموم، وعندما تقوم السيدة المتزوجة في منامها بأكل كمية كبيرة من الزجاج ثم تقوم بمضغها، يدل ذلك على العديد من الهموم والأحزان التي تمر بها، ولكن قوة وجبروت شخصيتها تساعدها على المرور بالتجربة الصعبة وتحمل الأزمات من أجل البيت والزوج والأولاد. في حال أكل الزجاج في المنام للمرأة الحامل يدل على مواجهة بعض الصعاب والتحديات خلال فترة الحمل وحدوث بعض الوعكات الصحية البسيطة، ولكن في النهاية ستمر بإذن الله. رؤية أكل الزجاج الضخم الصلب العنيد في المنام يدل على مواجهة مشاكل وعقبات خلال المسيرة المهنية، ولكن صاحب الحلم سيتغلب على ذلك بقوة شخصيته، وأنه شخص مغامر لا يخشى المجهول ولا يفر من المواجهة بل يتقبلها مهما كانت صلبة وجارحة كالزجاج. مضغ الزجاج وعدم بلعه ثم بصقه قطع صغيرة يدل على تخلص الرجل من الهموم والمشاكل التي كانت تقف أمام حياته المهنية، أو التخلص من أصدقاء السوء وتهديدهم استقرار حياته الزوجية، كما يدل ذلك على قدوم الخير والسعادة والبركة وسعة الرزق. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.